من أجمل الحاجات اللي اتعلمناها في مسلسل الكبير قوي للفنان الكبير أحمد مكي، إنك علشان تنجح في حياتك أو تنجح في شغلك أو تنجح في المسلسل بتاعك لازم تكون 3 أو 4 شخصيات في نفس الوقت. يعني شفنا الكبير قوي العمدة الفريش اللذيذ اللي بيقلش، في نفس الوقت شفنا جوني الأجنبي اللي عايش في الفلاحين، وفي نفس الوقت شفنا حزلقوم الشخصية الكيوت اللي مش عارفين دي جاية منين ورايحة فين، ولكن في نفس الوقت بيدينا مضمون وبيدينا كوميديا هادفة. 3 شخصيات مثلهم أحمد مكي في المسلسل، على الرغم إنه لما كان قاعد مع والدته على الفطار في رمضان قالت له: يا ابني هو أنت ملبوس؟ أنت إزاي بتمثل الشخصيات دي كلها؟ على الرغم إن شخصيتك الحقيقية حاجة تانية خالص. يبقى نتعلم إنك عشان تنجح في شغلك لازم يكون عندك مرونة في شخصيتك. ممكن تمثل أكتر من دور في نفس الحلقة وفي نفس الموقف وتكون 3 أو 4 شخصيات، ولكن من غير ما تأثر على شخصيتك الحقيقية. وفي نفس الوقت أنت محتاج بعض الأدوار الجانبية اللي تساعدك علشان ترموا لبعض الإفيهات. ده اللي اتعلمناه من المسلسل الكبير قوي للفنان الكبير أحمد مكي، اللي أمتعنا طوال شهر رمضان ورجع الكوميديا الهادفة الشيك اللي ممكن تقعد أنت ومراتك وأولادك تتفرجوا عليها من غير ما تتوقع أي حاجة غير هادفة. تحياتي، انتظروني في فيديو تاني جديد.